بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل إن شاء الله اليوم الثالث من تحدي الوصول. احنا اتكلمنا في اليوم الأولاني على الهدوء الداخلي، ازاي أوصل للهدوء الداخلي، وعرفنا إن دوشة الدماغ بتبدأ من الأفكار. كل ما أنا كنت قادر إن أنا أكون عندي وعي بالأفكار اللي بتدور في دماغي، ايه الفكرة اللي مدوخاني وايه الفكرة اللي بتاخدني للجهة السلبية وبتحفز عندي مشاعر القلق والتوتر والخوف. كل ما كان عندي وعي بالتشوهات الفكرية اللي عندي، وده عرفناه من خلال المقياس اللي بعتناه، مقياس الأفكار اللا عقلانية. كل ما بعرف ايه الأفكار اللي هي الأوفر عندي، كل ما بقدر اتحكم فيها، كل ما بقدر اسيطر عليها، كل ما بقدر ان انا اسيطر او اوصل لمرحلة الهدوء الداخلي، وبالتالي مرحلة سلوك متزن. زي ما قلنا الافكار بتاخد لسلوك لشعور، بتاخد لسلوك. غير الافكار او عدلها، المشاعر بتهدى وبتستقر، والسلوك بيكون ان انا بختاره على وعي، بختاره وبتكون استجابتي في منتهى الوعي والهدوء والطمأنينة ومنتهى الأمان. ده المحور الأولاني. المحور التاني امبارح اتكلمنا طيب ازاي بقى أنا باختياري لأفكاري أو تعديل أفكاري أو تعديل نمط تفكيري، والتخلص من الأفكار اللي بتسبب لي التوتر والقلق، أقدر أختار أو أتخذ قرار مصيري في حياتي. قلنا يعني ايه القرار المصيري وايه القرار اللي غير مصيري. اتكلمنا في الفرق فيهم امبارح. خدنا ان احنا ازاي ان احنا نقدر نشوف انا ايه اللي موقفني من القرار ده، وعملنا ورقة اتخاذ القرار وجاوبتوها في الواجب، ما شاء الله عليكم شطار. والنهاردة هناخد الخطوة الأخيرة من تحدي الوصول، وهي ايه؟ وهي ان انا ابدأ اخد خطوة. كل الكلام اللي فات كل دون في دماغي، الافكار، وان انا بدرسها وان انا بفسرها وان انا بحللها، وبكون واعي للسلبي منها بياخدني لفين، وان انا ابدا اخد القرار ان انا اخد خطوة في اتجاه معين، سواء في شغل، سواء في علاقة، سواء في زواج، سواء في تطوير شخصي ليا. كل دون جوايا انا. النهاردة لازم نطلع كل الكلام ده على ارض الواقع، مش هنفضل محبوسين جوه دماغنا. فالقرار في حد ذاته هو من غير خطوة هو حاجة كده زي حلم، حاجة ضبابية. طالما انا ما خدتوش وبدات احطه على ارض الواقع واحقق بقى، انا بحط القرار دون علشان هدف انا شايفاه، حاجه في دماغي انا عايزه احققها. فلو انا ما مسكتهاش وحطيتها على ارض الواقع وبدات اخد الخطوات بتاعتها، ايه اللي هيحصل؟ هخليها طايره، هتفضل طايره مني. تمام. فالنهارده هنشوف ازاي ان انا ابدا اخد اول خطوه. تمام. تعالوا نعمل الشير بتاعنا. تمام، الصوره واضحه معاكم؟ اوكي. آه بسم الله. المحور الثالث عندنا هو ايه؟ هو الوصول لخطوة تغيير حقيقي، من قرار على الورق، تمام، لخطوة واقعية على أرض ايه؟ على أرض الواقع. اوكي. طيب تعالوا، احنا بقى لما بنبقى خلاص متحمسين جدا ومتحفزين، انا خدت القرار وعايز بقى ابدا اطبق، هل بلاقي نفسي بقوم بنطلق بسرعة كده، ولا بلاقي في حالة من التراجع وببدأ الاقي نفسي بقى بكش شوية؟ ها، مين لما بياخد القرار عن متحفز وعنده القدرة والاستعداد ان هو يقوم بسرعة يشتغل، ومين خايف ومتحفز؟ يلا اكتبوا لي كده على الشات.
مم. بطباطا، تمام. بتحفز بسرعة، باخد اللي هي اللي هي ايه الحماسية الأولى دي، وبعدين برجع أقعد تاني. تمام. طيب ده ليه؟ ليه؟ هل في أسباب؟ هل في أسباب للكلام ده؟ بالظبط كده. ده يعني الغالبية العظمى من الناس كده. ببقى متحمس جدا ومتحفز في أول يومين تلاتة أسبوع بالكتير، وبعد كده باخد ايه؟ قرار تاني ان انا قاعد مش مكمل حاجة. تعالوا نشوفوا ليه. ايه العوائق النفسية اللي هي بتخليني اتراجع اللي بتحصل لي؟ بتبقي عايزة تشوفي نتائج سريعة، ما بينفعش، كل حاجة بتاخد وقتها. البيبي علشان يبقى راجل بياخد سنين، البذر عشان احطها وتبقى شجرة بتاخد سنين، فمفيش حاجة بتطلع في يوم وليلة. اللي بيطلع بسرعة بيقع بسرعة. كل حاجة لازم تاخد وقتها. تمام. العوائق النفسيه اللي هي بتخليني اتراجع بقى قبل ما اخد القرار ده بقى وانفذه. انا خدت القرار، عايزه انفذ، استنى بقى. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه رجوع الخوف بقوه. انا كنت الاول خايف اخد القرار، طب خدت القرار، لا انا دلوقتي خايفه تاني. طب خايفه ايه؟ خايفه طب لو فشلت هيشمتوا فيا. فلان وفلان دول او فلانه وفلانه قاعدين متربصين كده مستنيين يشوفوني هعمل ايه، فلا خليني قاعده احسن. طيب خايفه لو ندمت هصرف وهروح وهاجي وهشتري وهتعب وي 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 وي، وفي الاخر هفشل اقول يا ريتني ما صرفت، يا ريتني ما تعبت، يا ريتني ما ذاكرت. فخليني ايه؟ مش هتحرك، خليني قاعده. طب لو الناس شافت كده هيتريقوا عليا، هيقولوا هي لسه بعد السن ده ولا لسه عايزه تذاكر، هي بعد ده ولا لسه عايزه مش عارف تحضر كورسات، هي لسه عايزه تروح تغير شغل، لسه مش عارف ايه. فبتبقى ايه؟ ببقى عندي خوف من ان انا لو فشلت هيقولوا ايه، لو عملت وخدت خطوات صرفت وتعبت هندم. خطوة تانية الناس هتقول لي ايه، هيتريقوا عليا، مش هيسيبوني في حالي، هيكسروا مقاديفي. طيب ايه؟ هوريهم بقى وشي ازاي مثلا بعد الموضوع ده. فببدأ ايه؟ بقوم قاعدة. الحل ايه؟ الحل اللي انا ادرس بهدوء وافكر. طالما اختياري صح وخلاص انا شفت الاحتمالات بتاعتي ودرست القرار ايجابي وسلبي، ايجابي اكتر من السلبي، هينفعني، مواكب ومتناسق مع القيم بتاعتي، تمام، ابدا. كتر التفكير وكتر القلق بيجيب تشتيت وبيجيب ايه؟ تراخي في التنفيذ، في خطوة التنفيذ. النقطة اللي بعد كده صوت الناقد الداخلي، الصوت اللي جوايا. اكيد مش هتكملي يا شيخة، اقعدي، بدأتي كم مرة وما كملتيش، قمتي كم مرة ومش عارف ايه، اصلا انا ما عنديش قوة تحمل، انت مش هتستحملي، ولا تستحملي تنزلي في الحر، ولا تستحملي خلفة العيال، ولا مش عارفة تستحملي قرف ايه ولا ايه. فبفضل ايه؟ اخليني قاعدة، ولا عارفه اخد قرار ان اتجوز، ولا عارفه اخد قرار ان انفصل، ولا عارفه اخد قرار ان اخد كورس واظبط شغلي او اغير الكارير بتاعي من شغل مش لاقيه فيه نفسي او براتب قليل او لشغل تاني يكون فيه افضل. بخليني ايه؟ قاعد. انا ما عنديش مثابره، ما عنديش طاقه للمروح للمجي وللحر وللوي وي وي وي. وبفضل ايه؟ بفضل اهمد نفسي، بفضل اهمد نفسي. الصوت الناقد الداخلي يخليكي انت مش قادره، انت ما عندكيش ثقه بنفسك، انت مش قد التحمل، وانت. فبيبقى في صوت داخلي باستمرار بيكسر في مقاديفي. كل ما اجي اطلع قدام اقعدي، كل ما اجي اتحرك بطلي، كل ما اجي اخد نفسي نامي. فباستمرار ايه؟ انا واخد القرار والله، انا عارفه هعمل ايه. طب عملتي؟ مش قادره. كأنك ما عملتش اي حاجة خالص. تفكيرك بقى والفحص للقرار نفسه كأنك ما عملتش في حاجة. تمام. النقطة اللي بعد كده اللي هي قوة العادة، ان انا اتعودت
اتعودت على السلوك القديم، اتعودت. عارفين امبارح اللي كنت بقول لكم، هي خلاص اتعودت الضرب والاهانه بالنسبه لها من جوزها، بقى هو ده الامان بالنسبه لها. اتعودت. عارفين لو هو جه قال لها كلمه حلوه هي مش هتبقى مرتاحه، لو جه اتغير معاها لا هتشكي فيه. عارفين يقول لك ايه؟ ما تخافيش منه غير هو داخل عليكي بورده. لا، في حاجه. انا اتعودت على الاساءه، اتعودت ان انا انام. خلاص متعوده ان انا مثلا برجع من الشغل لحد العصر نايمه، وبعد كده اقوم مش قادره اعمل حاجه. فكوني ان انا انزل في الوقت ده اخد كورس، او انزل العب جيم، او انزل اعمل كذا، متعوده بالليل ان انا قبل ما انام طبق حلويات قد كده هون، والا ما يجيليش نوم. اعرف ناس كده وعايزه تخس، ما اقدرش. قولي لي اعمل اي حاجه الا ان قبل بالليل، قبل ما اجي انام ارجع احط طبق مش عارف في ايه وايه واقعد اكل. دي عاده خلاص انا خدت عليها، هي اتعودت عليها. فكوني ان انا خدت القرار ان انا اقطعها، ده بالنسبه لعقلي تهديد. لا لا لا، انت هتعملي ايه؟ انت هتوجعي دماغي؟ انا اتعودت ان انا في الوقت ده اكل، هتجوعيني؟ لا. قوة العادة في الكومفورت زون، اتحبست في كومفورت زون، منطقة الراحة. انا كده ببقى ايه؟ فكة دماغي وخلاص. لكن ان انا اتعود على حاجة، اغير نظام اكل، اغير نظام عيش. عارفين الراجل اللي هو الموظف اللي هو بيجي من الشغل، يجي الساعة 2 ياكل يخش ينام، يجي بالبطيخة الاول من الشغل كده او بكيس اي فكة اي حاجة، ويجي ينام لحد المغرب، يقوم يشرب الشاي، يفتح التلفزيون ويتفرج على نشرة الاخبار اللي هي بتاعت القناة الاولى والقناة التانية، تمام، لحد الساعة ما تيجي 9 يقوم داخل ينام تاني. عشان هو كده. تعالي قولي له في ضيف جاي هنغير ميعاد غدا ولا هنسهر شوية، تبقى الدنيا اتقلبت عنده. في اي ظرف طارئ يغير اي حاجة في تفاصيل يومه، لا، تبقى مصيبة سودة. فهو برضك نفس الحكاية، القرار اللي انا خدته بيضرب في سلوك في عادة معينة، هتلاقيني ايه؟ بتراجع. ده انا كل يوم هصحى، ده انا ما صدقت ان انا لا انا ما اقدرش. ما يعني اعز حاجه عليا دلوقتي السرير والبطانيه في الساعه دي. محدش يقول لي قوم الصبح بدري صلي ولا ذاكري ولا لا 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 لا، ما اخدمكمش في المنطقه دي. فايه العاده؟ هي السلوك اللي انا متعود عليه، اللي بيكسر لي القرار او الخطوات اللي انا عايزه اخدها، بتلعب ضدها. طيب اعمل ايه؟ لازم ادخل بدلها عاده سليمه. يعني مثلا انا بقول لحد بطل السجاير، مش هقول له بطل السجاير واقعد ساكت، لازم تديله بديل. ازقز لب، اشرب مثلا اي حاجه، هاتيله اي حاجه يشغل نفسه فيها بدل السجاير. ولد مثلا في وسط صحبه وحشه، عيال وحشين، بيخرجوا بقى بيبهدلوا الدنيا وكلام، فهتسحبيه من وسطهم، مش هتحبسيه في البيت وتقعديه. لازم تعملي له سلوك بديل، يروح جيم، يتحط في وسط مجموعة تانية تكون أفضل منهم، يبقى قدام عينك، علشان تقفلي عادة أو سلوك سلبي هو اللي بيكسرك. فانت لازم تحطي بداله سلوك إيجابي، حاجة تحفزك، حاجة تقويك. ان انت بدل ما انا باكل بالليل الحلويات قبل كده، لا، هاكل ايه؟ ممكن اكل خضار، ممكن اكل فشار، ممكن اشرب حاجة مشروب يكون بيحرق. هتشيلي حاجة، حطي حاجة. فشوفي انت ايه السلوك او العادة اللي مكتفاكي وربطاكي، مش مخلياك عارفة تنزلي تاخدي خطوة. وشوفي ايه السلوك البديل اللي يحفزك واللي يشجعك ان انت تتحركي مع القرار اللي انت اخدتيه ده عشان تنفذيه. نمرة 4 بعد كده بيئة داعمة، بيئة غير داعمة، اللي هو يا شيخة اقعدي، بلا اروح انت كده حلو، ولا تخسي ولا تعملي، انت لسه هتذاكري تاني يا اختي بعد ما شاب ودوك كتاب، هو انت لسه هتجوز البت دي تاني، ده مش عارف ايه، هو انت لسه. عارفة البيئة اللي هي بتكسرك، اللي كل ما تيجي تقوم وقعاكي على دماغك، تقوم خبطاكي، كل ما تيجي تقوم تشمي نفسك تلاقي يا تحبطك، يا زوج، يا زوجة، يا اخت، يا صديقة، اي حد يكسر مقاديفك.
فشوفي مين اللي انت لما بتيجي تتكلمي معاه بيكسر مقاديفك، شوفي مين وابعدي عنه. او على الاقل لو انت مش قادره تبعدي عنه، يعني لو امي ولا اختي ولا جوزي ولا اي حد قريب مني، انا مش هعرف ابعد عنه، ولكن مش هبدا اتكلم معاه، مش هعرفه ايه اللي انا عايزه اعمله، هعمل كده مع نفسي. تمام. ظهور الخوف او التردد او الصوت الناقد او الكلام ده، ده كل ده يعني امر طبعا بخلاف البيئه. يعني احنا كل الكلام اللي احنا قلناهم دول برضك حاجات داخليه. الخوف، رجوع الخوف داخلي، الصوت الناقد الناقد داخلي، قوه العادات او السلوك دي حاجات داخليه. التلاته دول لما بيرجعوا لي تاني او بيزنوا عليا او بيلحوا عليا تاني، العقل دي حاجه يعني طبيعيه. العقل بيحاول يحمي نفسه، يحمي نفسه من ان هو انت هتلخبطي له السيستم اللي هو ماشي عليه، فبيبدا يبعت لك شويه خوف، فبيبدا يبعت لك شويه صوت ناقد، فيبدا يبعت لك عادات وسلوكيات انت مش عارفه تتخلصي منها. المهم ان انت تكوني حاسمه، عندك القدره للحسم، حسم امرك. وقفي هذا الخوف، اتعاملي مع الصوت الناقد الداخلي، وابداي غيري العادات والسلوكيات السلبيه بتاعتك، وخدي ايدك كده بنفسك وخطوه خطوه، وابداي اتحركي، وابداي خدي ايه خطواتك. لو استنيتي لما الخوف يروح، الخوف مش هيروح. لو استنيتي صوت الناقد يسكت، مش هيسكت. لو استنيتي ان العاده او السلوك ده يتغير لوحده، مش هيتغير لوحده. فلازم انت يكون عندك القرار قبل ما تاخدي القرار اللي هتنفذيه، عندك القرار اللي انت اصلا تتعاملي مع هذه الايه، المحبطات او المثبطات اللي جواك الاول. اللي بره دول على فكره مقدور عليهم. يعني لو حد عندك في البيئه بره بيكسر مقاديفك، عادي، سهل ان انت تطنشيه، سهل ان انت تخبي عليه. التعامل الداخلي اسوأ او اصعب، مش اسوأ، اصعب من التعامل الخارجي. الخارجي بكلمه خلاص خليكي في حالك وانا في حالي، بس خلصنا. هتخبيه عنهم ماشي، يا ماما من فضلك سيبيني، خلصت. لكن الاصعب والاهم هو انت مع نفسك، تعاملك ازاي مع خوفك، مع صوتك الداخلي، مع سلوكياتك انت. اوكي تمام. اكتبوا لي بقى كده على الشات انهي عائق فيهم هو اللي بيسيطر عليكي اكتر. يلا. شوفي يا اسراء ايه اللي بيوقفك، احنا بنتكلم اهو، شوفي ايه العائق اللي هو من الحاجات دي اللي بيوقفك. الناقد الداخلي، طيب حلو قوي. قوة العادة، انا والبيئة، حلو جدا، ممتاز. الاستفزاز الخارجي والله تمام. احنا قلنا بقى اللي بره ده سهل نتعامل معاه. حل الخوف والصوت الناقد الداخلي ما بيتقالش في عبارة. يعني مش هقولك ما انا بقولك هو وقف الخوف ازاي. التكنيك ده بياخد، يعني ده بياخد وقت شوية، حاجات احنا بنتعلمها سواء بقى في جلسات في كورسات. لكن انا اقول لك وقفي، انا بقول لك وقفي الخوف، ابسط حاجة هتعمليها هتقاومي وهتقومي، هتشجعي نفسك وهتقومي، دي ابسط حاجة. الصوت الناقد لا، انا مش جبانه او انا مش فاشله، قومي قومي قومي. ده السهل اللي انا اقوله لك، او ده المتاح اللي انا اقوله لك في كلمتين دلوقتي. لكن التعامل حرفيا بتكنيك يا اما بيتم من خلال جلسات او من خلال كورسات طويله شويه، والله العظيم بره الدايره هيخرجكم بره كل المواويل دي فعلا. خلينا بس هنتكلم عليه بعد ما نخلص. الخوف طيب، يعني هو اكتر حاجة انا شايفاها قدامي الخوف وصوت الناقد. تمام. البيئة زي ما قلنا يا عبير، هو البيئة اسهلهم، البيئة اسهلهم. هي بتبقى صعبة شوية وعايزة ذكاء في التعامل، وخاصة لو هو جوزك باباكي مامتك، بيبقى عايزة محتاجة ذكاء شوية في التعامل. ولكن هي اسهل كتير من الخوف والعادة والصوت الناقد.
بعد كده هنبدأ بقى نشوف مبدأ الخطوة الصغيرة. مبدأ الخطوة الصغيرة، عرفنا كده ايه هي الحاجات او الخطوات او الاشياء اللي هي بتستفزني او بتخليني مش عارفة اخد القرار او انفذ القرار اللي انا خدته. انا بالفعل خلاص خدته. ايه هي الجزئية، العائق النفسي اللي بيخليني مش قادر اطلع بالخطوة الاولى. مبدأ الخطوة الصغيرة small step. التغيير هو مش قفزة من 1 ل100 زي ما انتي بتقولي عايزة حاجة بسرعة. مفيش حاجة بتحصل بسرعة. في التغيير الحقيقي بيبقى ماشي على طريق ايه، 1 2 3، خطوة خطوة خطوة. يعني هي تكون ثابتة. وارد جدا وارد جدا ان انا اقع في خطوة، مفيش مشكلة. وارد جدا ان انا اقف شوية. واللي هي التغيير مش قفزة، مش من 1 ل100 او مش من 1 حتى ل10. التغيير الحقيقي بيمشي خطوات، 1 2 3 4 ثابتة. وارد ان انا اقف في السكة، وارد ان انا اقع في السكة عادي وارجع اعدل تاني. بقع او بقف وبقيم، بشوف انا ماشية كده صح ولا لا. وارد ان انا بدل خطوة عن خطوة، حلو جدا، مفيش مشكلة. الخطوات تنفيذها في مرونة. المهم ان هي ثابتة. المهم ان انا بالصورة الكبيرة انا بمشي لقدام، ما برجعش لورا ولا ثابتة مكاني. يعني انا ثابتة مكاني، دي مش اللي هي ده كده حاجة كويسة، لا. او اضعف الايمان، لا مش اضعف الايمان. انت واقفة مكانك، الكون كله بيمشي حواليك، فانت مش واقفة، انت بترجعي لورا. فطالما انا باخد خطوات بتطلعني قدام حتى ولو سنتي، فده تمام. المهم يكون مبدئي ان انا اخد خطوة لقدام. خلصت امتى بقى؟ ده على حسب الخطة بتاعتي، على حسب الهدف بتاعي. اوكي، طيب تعالوا نشوف كده ازاي ان احنا تعالوا نشوف بقى ازاي ان احنا عملنا الخطة بتاعتنا، نبدأ ايه نشتغل عليها. تمام. اول نقطة او اول خطوة، اكتب عنوان لقرارك. اكتبي القرار بتاعك. انت عندك هدف، تمام، وخدتي قرار اللي هو ايه، ان انا مثلا هبدأ اسعى لا او اتحرك ناحية عمل مناسب ليا، او ان انا هاخد خطوات جدية عشان اخرج من علاقة مؤذية. تمام. او ان انا هستعيد حدودي الشخصية مع فلان. حطي العنوان اللي انت عايزة، اللي هو القرار اللي انت خدتيه. حطي عنوان انت عاوزة ايه بالظبط. تمام. بعد كده اذكري النتيجة اللي بتتمنيها على المدى البعيد. ايه النتيجة اللي انت عايزاها على المدى البعيد؟ اللي هو عايزة ايه؟ عايزة احفظ كرامتي، عايزة احافظ على على هدوئي النفسي، عايزة اعيش في علاقة تخدم حريتي. تمام. عايزة الاقي شغل يناسب قدراتي او يقدر خبرتي. ايه اللي انت عايزاه؟ الهدف بقى الكبير. في هدف كبير وهو اللي على اساسه خدت القرار، اللي على اساسه هاخد اول خطوة. يعني انا خدت الهدف عندي مثلا ان انا ادور على شغل مناسب ليا، حاجة انا تكون فعلا مناسبة لخبراتي ولقدراتي واحقق منها دخل مناسب. ده الهدف الكبير. تمام. خدت القرار بقى ان انا ايه، ان انا ابدأ ادور على العمل ده.
هعمل ايه بقى؟ ايه اللي هي نمرة 3، اللي هي 3 خطوات صغيرة خلال اسبوع، خلال 7 ايام. اول حاجة خطوة داخلية. خطوة داخلية يعني ايه؟ يعني معايا مع نفسي كده، مع نفسي بكتب، بوضح انا عايزة ايه، ممكن اسأل حد عنده خبرة. تمام، بجهز الاوراق بتاعتي، عايزة ان انا اقدم في شغل مثلا، فبشوف الشغل ده محتاج ايه، السي في، هرتب السي في. طيب ايه تاني؟ هروح فين؟ بعد كده الخطوة التانية بقى خطوة تواصل، هروح ادور على الجهات اللي هي ممكن تشغلني. تمام، فهبدأ يا اما اروح زيارة، يا اما اعمل تليفون، يا اما ابعت ميل. تمام، او بحدد مثلا معاهم زيارة كده. دي خطوة ايه، التواصل. بعد كده خطوة تثبيت، اللي هو بقى الحاجة اللي باخدها بتثبت، يا اما بقى بنزل فعليا اروح اقابل الناس دي، او بحافظ مثلا لو انا عايزة حد قلت محتاجة ان انا اخد معايا موقف او احافظ على حدودي، هيجي بقى يتكلم تاني، فاقوم وعاملة السلوك مثبتة الحدود اللي انا حطيتها. فعندي الخطوة الداخلية اللي هو برتب حاجتي. تمام، برتب الورق بتاعي، بحط الخطه بتاعتي، بحط ان انا مثلا لو فلانه دي او فلان ده اللي جه يكلمني اللي هو بينتهك حدودي الشخصيه، مجهزه اللي هو لما يجي يكلمني هعمل ايه، هرد ازاي. تمام، خطوه التواصل بعد كده اللي هي جت كلمتني، فقمت انا رده بالطريقه اللي انا محدداها. تمام، الخطوه الثالثه خطوه التثبيت، لما تيجي تتكلم تاني هخليني محافظه على الخطوه الاولانيه اللي انا خدتها. لو انا كنت مقدمه مثلا في ميل او في شغل او كلام من ده، الخطوه التثبيت ان انا بسال وبتابع وبشوف هما رفضوني، طب رفضوني ليه، يبقى السي في عايز يتعدل. محتاجين كورسات زياده، طيب تمام، يبقى انا محتاجه ازود نفسي. تمام كده، يبقى انا بحط العنوان لقراري، بشوف النتيجة اللي في الآخر دي اللي أنا محتاجاها على المدى البعيد، هي بذكرها. بعد كده بشوف ال3 خطوات اللي هي بعملها خلال الأسبوع، بفكر، بجهز ورقي، باخد خطوة تواصل، باخد خطوة تثبيت للخطوة الأولانية اللي أنا عملتها. بعد كده نمرة 4 ببحث عن داعم مخلص، حد يا جماعة عايزة حد يشاركني، بشوف أخ، بشوف صديق، بشوف صديقة، بشوف مين من المحيط بتاعنا يدعمني، حد يكون عنده خبرة، حد فعلا يكون مخلص. ممكن أشوف استشارة، ممكن أعمل لحد مختص أتكلم معاه. دوري والدتك، والدك، أختك، صديقتك، مين اللي هو فعلا لو انت اتكلمتي معاه هيتبعك بحب، مش هيزهق، مش هيغير، مش هيحقد عليكي، مش هيكسر مقاديفك، لو وقعتي هيزقك لقدام تاني، هيشجعك تقومي، مش هتقولك خلاص بقى انت وقعت اقعدي بقى يا شيخه بلا وجع الدماغ. مين؟ دوري، لازم هتلاقي. تمام، بعد كده بعمل مقياس بسيط قوي للالتزام، بشوف انا هل انا فعلا قادرة التزم. طب انا قادرة التزم، مش قد كده يعني، ممكن كام، من 1 ل10، 8 من 10، حلو جميل، كمل، يبقى انت كده تمام. طيب لا، انا اقل من 7، انا 6، هدي نفسي 6 في الالتزام. يبقى الهدف الاولاني او الخطوة كبيرة، بعمل ايه، بقللها، بصغرها شوية. يعني ايه؟ يعني بدل ما انا هاجي اقول للست دي او الشخص اللي هو بيبقى عايزه اعمل معاه حدود، بدل ما هاجي ارد عليه مره واحده، لا، فانا الاول هسكت واسيبه وامشي اول مره. تاني مره مش هتصل، مش هتواصل، لو رن على التليفون مش هرد، هبدا اقلل الخطوه شويه. طيب في خطوة الشغل، انا هعمل السي في، طب انا لسه ما عنديش كورسات، طب انا هبدأ اطور، طب بلاش ابعت للشركة دي، اخليني مثلا اعمل في شركة اقل شوية او اجرب في حتة تانية كده. لو الخطوة الاولانية كبيرة، حاسة ان انتي مش هتقدري تلتزمي عليها 100%،
بلاش 100%، 70%. ابدأي صغريه. حد مش قادر يذاكر، المنهج كبير عليه، كتاب كبير عليه، انا تايهة وعايمة فيه، ابدأ اعمل، خد خطوتين، خطوة صغيرة، صفحتين، ابدأ بيهم الاول. طالما الفصل الاولاني كبير عليه، قسمه. طيب وبعد ما اقسمه مفيش مشكلة، خد حبة تانية، بدل ما اخد الخطوة على خطوة، خد الخطوة على خطوتين او 3، بحيث ان انا اكون فعلا ملتزمة بيها، بحيث ان انا اكون ملتزمة بيها. تمام. ده مقياس بسيط اقدر اقيس نفسي بيه، انا قادرة التزم قد ايه بالهدف بتاعي. طيب انا بقى دلوقتي عايزة كل واحدة كده فيكم تقول لي المقياس دون، لو هي تحط لي كده درجة، هي قادرة تلتزم باول هدف قالته او باول خطوة قالتها، كام من 10؟ وهتبدأ هتبدأ امتى؟ انا عايزة هنبدأ من خلال 24 ساعة من دلوقتي، يعني بعد 24 ساعة من دلوقتي تكون كل واحدة فيكم حطت الخطوة بتاعتها الأولانية وهتبدأ تشتغل. اكتبوا لي بقى كده على الشات، عندك استعداد للالتزام بكام في المية؟ ده ايه العسل ده، بسم الله ما شاء الله، 98% عسل، ممتازة يا ايمان. ممتاز، 70 حلو جدا، 88 ممتاز، حلو قوي قوي، حلو، جميل جميل. 55، قسمي بقى يا ابتهال، قسمي، صغري شوية. 50%، قللي الهدف زي ما قلنا كده، قسميه على جزئيتين. تمام، ممتاز 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 ممتاز. طيب الواجب، الواجب كل واحدة، كل واحدة هتلتزم. تمام. اول حاجة ان هي تنهي الخطة بتاعتها السبع على مدار السبع ايام كاملة في الورقة. هتعملي خطة السبع ايام كاملة في الورقة، الورقة والقلم. تمام. هتعملي اختيار، هتختاري شخص واحد تتشاركي معاه، حدديه هشارك مين معايا. تمام. ايه الخطوة الاولى اللي انت هتبدأيها وتكوني بادياها خلال 24 ساعة؟ تمام. تاني، هتعملي ايه؟ هتنهي الخطة بتاعتك خلال السبع ايام دول، هتكتبيها على ورق. تمام. هتختار الشخص اللي يكون داعم ليكي. طبعا ينهي الخطة اللي هي ب3 خطوات، ايه الخطة، ايه هي الخطوة الداخلية وخطوة التواصل وخطوة التثبيت. هتختار الشخص اللي انت هتشاركيه او اللي هو هيشاركك. تمام. هتبدأي الخطوة الأولى خلال 24 ساعة. نصيحة، بلاش تختاري شخص داعم ولد أو راجل، إلا طبعا لو جوزك أو أخوك أو أبوك. لا تختاري زميل ولا تختاري صديق، حتى لو انت شايفة ان هو هيبقى داعم ليكي. طالما هو حد مش يعني لا يحل لك. تمام. مش اب، مش اخ، مش زوج، بلاش. نصيحة. في ناس عارفة انا بقول كده ليه.